بص تعالى قرب كده. جامد صح؟ سيبك بقى من الستاند، تعالى كده اكلمك على حاجه لطيفه قوي ممكن تعجبك. بتدور على جهاز بيزنس وفي نفس الوقت جيل عالي، وبالذات جيل 12 او 13، عشان احنا اتكلمنا قبل كده حته الجيل ال 12 بتاخد فعلا فرق ملحوظ قوي عن الجيل 11، عشان عدد الكور اتضاعف، فبيبقى في عندك بدل ما كنا احنا شغالين ب 6 كور و4 كور، اصبح في الجيل ال 12 عندك 12 او 14 كور على حسب الموديل وعلى حسب الفئه. بس انت بتاخد ال 12 كور نصهم برفورمانس ونصهم افشنسي. يعني ايه؟ بشكل سريع، لو انت في الوضع اللي زي ده دلوقتي كده والجهاز شغال عادي، انت مش محتاج تشغل البروسيسور بتاعك باعلى كور، لا هو هيكون في 6 اللي هم بتوع الافيشنس شغالين، او السبعه ايا كان العدد شغالين في الوقت دوت، فبيكون موفر جدا للبطاريه. فانت بتبقى جهاز بزنس، انت بتدور على حاجه تقدر تقعد معاك فتره اطول، تقدر تغطي معاك اليوم بتاعك في شغلك والكلام ده كله، فده مهم جدا. لما بتيجي تزود الانتاجيه بتاعتك او عايز البرفورمانس عالي، فبيبدا يشتغل السته التانيين اللي بيقولوا عليهم 6 برفورمانس، فبتاخد المجموع بتاعهم، فبتكون المحصله ممتازه جدا في الاداء. طبعا الجهاز اللي معانا ده احنا دلوقتي بنتكلم على ديل لاتيتيود 5530، والمعالج بتاعه اللي هو الكور اي 5 جديد ال 12. زي ما انت شايف هنا عدد الكور 12، الثريد 16، الكاش 12. طبعا دول بيكونوا مقسومين، بتاخد افشنس في استخدام الباور واستخدام الباتري بتاعت الجهاز، وفي نفس الوقت الرامات بتاعته سرعه 3200 ام تي، دي بتكون اسرع طبعا، ولسه عندك سلوت فاضي تقدر تزود فيه الرامات. طبعا بيكون موجود معانا انتل ايرس، لو احنا ضفنا الرامه الثانيه او عملنا دبل شانل مع وجود طبعا ال 512، فانت هتاخد جهاز متكامل. مش بس كده، كمان الجهاز بتاعنا تاتش، فانت تقدر تستخدمه بشكل كويس لو انت محتاج التاتش. جوده الوانه كويسه، موجود كمان الهال ويندوز فيس اي دي، الشطر اللي بيحمي الكاميرا، مع وجود الباك لايت اللي منور في الجهاز. الزرار ده بعشقه جدا بتاع الكالكوليتر اللي موجود هنا، مع الفول كيبورد للمحاسبين وكل الشغل اللي انت محتاجه. الجهاز ده جهاز عملي قوي بتاع شركات كوربريت. زي ما انت شايف، انت بتاخد كل المخارج والتهويه التايب سي، الشحن بتاعه تايب سي، فبتاخد شحن سريع. مع الناحيه الثانيه كل المخارج اللي انت محتاجها من الار جي والاتش دي ام اي وكمان اليو اس بي. جهاز طبعا حالته جديد، احنا بنتكلم على جهاز في الفئه السعريه ل 20000، فبتاخد جيل 12 بالبرفورمانس والاداء ده، فده اختيار ممتاز جدا. تعالى وانت بتدور بقى الجهاز ده، انت مجرد ما بتشوف السينك باد ده بتتخيل شغل الشركات وشغل المكتبي، فده اكتر جهاز عملي بنشوف نعتمد عليه من اي بي ام. لينوفو سينك باد ال 14 جي 4 اي 5 جيل 13، طبعا برامات 16 وهارد 56. بتاخد اوبشن لطيف قوي برده مع كل المخارج اللي بنتكلم عليها. التهويه هنا ممتازه مع اليو اس بي، وعلى الناحيه الثانيه كمان معاك كل المخارج اللي انت محتاجها، الار جي والاثنين تايب سي وكمان اتش دي ام اي ويو اس بي تاني غير اللي على الناحيه اليمين. طبعا كل مخارج التهويه موجوده. جهاز وزنه خفيف قوي تقدر تتحرك بيه في اي مكان، الاثنين موجودين والاثنين في رينج ال 20000، وكمان موجود الفينجر برينت هنا، فبتاخد شكل استثنائي برضه زي ما احنا شفنا هنا كده. الشطر موجود، وكمان برضه الفيس اي دي. يعتبر ده الميزه هنا، الفينجر برينت. اداء الكيبورد هنا ممتاز قوي، وكمان الديزاين بتاعه والشكل بتاعه. لو انت محتاج ال 14 انش، فده الترشيح بتاعنا بنرشحه لك، ترشيح ممتاز جدا، او حتى وال 15 و6 من الديل لاتيتيود. وما تنساش تسالنا على الستاند ده، مميز جدا، تبقى قاعد كده رؤيه قدامك. ده طبعا دي البلاي ستيشن، ممكن نبقى نتكلم عليه في وقت تاني. 36 نص بيلو اد ارض الجرفانيه نص، مستنيينكم سواء قبل الفطار او بعد الفطار. محتاج ترشيح معين، محتاج اي نصيحه او ريكومنديشن للفئه السعريه او حتى استخداماتك، كلمنا، ما ترددش على الارقام اللي هنسيبها لك على الشاشه، واحنا موجودين في خدمتكم.